وجود مخازن اسلحه وتم القبض عليها تحت يعني تبع حركه 6 ابريل. احنا اكتشفنا ان ده الخبر نفسه هو نازل في شهر 3 اللي فات عن مكان في سوريا في دمشق تحديدا. نفس الخبر تم اخذه يعني قبي ولزقه بحركه 6 ابريل. اذا الاستاذ محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركه 6 ابريل، اشكرك شكرا جزيلا، نافيا اي اتهامات وبيقول اللي عنده دليل يقدمه، والخبر اللي اتنشر النهارده حوالين المخازن نفاه تماما. بشكرك شكرا جزيلا. من فضلك اسمع، من فضلك انا راجع لك يا استاذه امل، معلش. اتفضلي استاذه وفاء. احنا بتكلم الاول بالنسبه للتشويه الاعلامي اللي الاستاذ محمود بيتكلم عليه. هو الاعلام ملوش ذنب، ده راي الشعب، ده راي الناس. هم عندهم مشكله في التعامل مع الشعب، ان هم المفروض هم اللي يحسنوا صوره نفسهم. هم لما بيطلعوا في البرامج بيتعالوا على الشعب وبيوصلوا مع المعلومه بتاعتهم باسلوب يخلي الشعب ينفر منهم. الاخت امل ما هياش اعلام، الاخت امل دي واحده من الشعب، هي بتنقل صوره شعب. فاذا هو ال 6 ابريل لا يشوهها الشعب. هم اللي ما بيعرفوش يعرضوا نفسهم. لو هم صح ما بيعرفوش يعرضوا نفسهم صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه عايزه ارد على الاستاذه منى في موضوع ان الجيش المصري بيعري نساء مصر. اولا انا بتحفظ جدا على هذه الكلمه. انا ممكن اقول ان الجيش المصري سحل مواطن، ضرب مواطن، انما الجيش المصري عرى نساء مصر. الكلمه دي مرفوضه تماما تماما، لان الجيش المصري هو اللي رجع شرف المصريين، فمش معقول هو بنفسه برضه اللي هيعمل حاجه زي كده. احنا اللي انا وبعدين المستشاره تاني الجبال قالت دي حادثه فرديه، حادثه فرديه، فلا يجب ان انا اقول الجيش بالجيش يعني ممكن عسكري لما ما ينفعش اقول الجيش. ولو طلع بيان اعتذار وحدث تحقيق تمام. بالاضافه الى احنا لنا اسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيقول السيده عائشه راحت تساله على الجهاد هي والنساء، قال لها الزمي بيتك. فاحنا ما بنقولهمش الزموا بيتكم، لكن جهاد المراه له شكل مختلف خالص. مش ان انا التحم مع الرجال واخش في معترك فيه بالوطوف وضرب وكده وفي الاخر الاقي نفسي متعريه غصب عني. يعني معنى كده ان ما كانش فيه صحابيات وما كانش فيه نساء خاضوا مع رسول بيخوضوا التمريض. ايوه لا اسمعيني، لا ده في يعني انا مش عايز احول، مش عايز اقول لك قصص كتيره جدا، بس النساء في الصدر ضد الاعداء يا استاذ. ايوه يا فندم، ضد الاعداء، احنا مش ضد الجيش، احنا نازلين ضد جيش بلدنا. احنا دلوقتي الطرف احنا يعني احنا ده مش عدو، ده مش عدو. احنا ممكن نتحاور معاه. طب احنا ولا احنا ما عندناش مخ وما عندناش لسان نتكلم بيه؟ ما احنا عندنا لسان ومخ نتكلم بيه. طب ما نقعد على مائده الحوار زي ما كانوا الشباب دول نبراس ل 25 لثوره 25 يكونوا نبراس للحوار. ما عندهم. احنا عندنا شباب مثقف وشباب زي الفل وبيعرف يتكلم كويس جدا جدا، يقعد على مائده الحوار ويتحاور ويطلب طلبات ويقول 1 2 3 4. انما اللي بيحصل دلوقتي يا استاذ سيد ده يعني حاجه ممنهجه، يعني مؤامره صهيونيه امريكيه. كل الكلام النهارده حوالين اسقاط الدوله، يعني خطه الانقلاب على الدوله على السلطه في مصر. والشعب المصري انا بس بحذر المشكله من شبابنا اللي موجودين. انا بحذرهم ان الشعب المصري هينقلب عليهم. الشعب المصري اصبح زي ما الاستاذه امل كده بتقول لك الناس بتموت، الناس بتتألمه. الشعب المصري منهار. لو لفوا بس بتاكسي كده في الشوارع وسالوا الناس. انا النهارده واحد سواق تاكسي قعد يعيط، مش هيدفع القسط والله العظيم. والله العظيم النهارده سواق تاكسي قعد يعيط. انا اخشى ما اخشى ان الناس تكره الثوره يا استاذ سيد. ما احنا خلاص احنا وصلنا للنقطه دي. الناس كرهتها فعلا. دي مشكله كبيره جدا. احنا لازم نقف لازم في نقطه، لازم يبقى في نقطه حوار. يعني المفترض يكرهوا السلوك بعض الثوار او البلطجيه مش الثوره، لان الثوره دي كان حلم بالتغيير. الشعب ما بيفصلش. دي بقى لنا 14 سنه بنجهز لها يا استاذ علي، مش عشان تحصل اعمال العنف. طب عشان بس نكمل هنا، اتفضلي.